السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة حبيت أقول لكم معلومة على السريع اللي هي إيه؟ لو جالنا أي مريض ضغط أو مريض سكر أو مريض مدخن بشراهة أو مريض قلب أو مريض معدي ال50 سنة، وكمان والله الفترة ديت لو حتى في الأربعينات بيشتكي من ألم جامد في صدره، بيقول لك حاسس بتقطيع في صدري والألم دوت مسمع في ظهره أو مسمع في كتفه الشمال، يا ريت ما نستناش عليه ونعمل له رسم قلب ضروري. ولو رسم القلب فيه أي مشكلة نستدعي طبيب العناية. طب افرض رسم القلب ما طلعش في أي حاجة والألم ده أول مرة يجيله، نعمل له برضه إنزيمات قلب للطمأنينة ونستدعي برضه طبيب العناية يبص عليه. يا ريت ما نطنش الشكوى ديت لأي مريض ضغط أو سكر بالذات. ولو في مريض سكر كمان جالنا قال لك انا حاسس بألم في معدتي والألم ده أول مرة يجيلي، نعمل له برضه رسم قلب ضروري، لأن ده ممكن يكون لا قدر الله لا قدر الله جلطة في القلب. ودي كانت معلومة سريعة حبيت أقولها لكم النهاردة على السريع مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.